يا راجل عاوز تعرف يومك كان عامل ازاي؟ سهل وبسيط. لبست طبعا وحضرت العلام ونزلت مع صحابك، سألتهم طبعا عن توقعات الماتش، لقيت فيهم الواقعي. احساسك عامل ايه الداخلي؟ ان شاء الله هنفوز، والماتش ده مش فاهم الناس مستطعمه ليه، بس الماتش ده هيبقى سهل. الماتش سهل جدا صح؟ لا هيبقى سهل وهنشوف ده توقعي يعني. يعني تدينا في الكام؟ 1-0 وفي اخر 10 دقايق هنجيب التاني. سيناريوهات ماتشات الزمالك الواحد متعود عليها، الماتش مش هيبقى سهل زي ما الناس متوقعه. لقيت المتشائم ولقيت المتفائل بزياده قوي. اللي انا حاسسها هي اجواء ليله مباراه انبي. 5-0 ان شاء الله. 5-0 ان شاء الله. شكرا كفايه. الشوارع حواليك كانت كلها زمالك، رحت لعند الاستاد وفي عز الحر استحملت علشان تدخل بدري، واتفاجئت ببتاع الدي جي اللي خرم ودانك اسبوعين قدام بالموسيقى الفظه اللي كان مشغلها، لكن رقصت شويه على الصعيدي والبورسعيدي. الاعداد بدات تكتر حواليك، نجومك لما بينزلوا بتحاول تدعمهم، تحاول يستقوا بيك ما يترهبوش من العرض الكبير اللي حاضر، لكن لعيبه الخصم لما بينزلوا بتحاول ترهبهم، بتحاول تعلي صوتك على صوت الدي جي طبعا، لان بتاع الدي جي ما كانش في الدنيا دي معانا خالص. بتكتشف هتاف يتقال لي اول مره سهل وبسيط والناس كلها سهله تقوله لو حست ان الريتم بدا يهبط. ولما الماتش بيبدأ، وهنا تحديدا بتبدأ مع ال80,000 اللي حاضرين تشحن لعيبتك اللي نازلة متحفزة أساسا، بتضيع أول دقيقتين هجمة زي دي تستاهل اللطم حقيقي من سيناريوهات الزمالك المرعبة. لكن بتفضل مشحون مع لعيبتك، معلي الهايب على الاخر، بترفع كشافات الدقيقه 20 تخليدا للشهداء، وبعدها بدقيقه اللحظه الحاسمه اللي مجهودك بيتكلل فيها والفريق بيسجل هدف التقدم. يا راجل بتنزل تحت وخايف يكون اوفسايد. الجماهير كلها بتهتف بالهتاف المرعب. ومرة واحدة بيكون هدف صحيح. خمسة ايه بس يا عم الله يسترك. ومن اللحظة دي بتكتشف انك كفريق يا تضغط يا اما انت مش مؤهل تعمل الهجمة المرتدة. يا حاجة و30، انت رايك ايه بالظبط في التراجع الزملكاوي ده؟ شلل. طبعا تراجع يجيب شلل. انا عايزكم تتخيلوا الموقف معايا، انت 1-0 بس جون عليك كمان يطلعك بره مش اكتر. المشكله انك انت ما بتعرفش تطلع بالكوره، دي مصيبه سوداء. ومع ذلك مصرين نطلع بالكوره. فكره حتى الهجمات المرتده اصلا مش مظبوطه معانا. فكره انت مالكش سيستم معين في الهجمات المرتده تعتمد عليه، حد بالطياره وحد بيجري بيك، الناس بتسند معاه، لعيبه بتنتشر في الهجمات المرتده، فبتفضل وقت طويل على امل تجيب الهدف الثاني او على الاقل تحافظ على الهدف اللي انت جبته. وعلشان كده الزمالك بيقعدك على اعصابك لاخر اللحظات. في الدقيقه 72 بترفع الكشافات تخليدا للشهداء، بتعلي الهايب بتاعك، بتفضل تحمس لعيبتك، بتهين خصمك لما يفكر يعتدي على اللاعب بتاعك. وفي لحظة الحسم بتكون الفرحة المنتظرة.
ابني ده شلبي كان فاضي اصلا. بتشوف اساطيرك تفرح معاك، بتتبهر بالالعاب الناريه، بتشوف كابتن حسين بيجري اكنه لسه شاب بعافر وده اول بطوله ليه، بتفكر صحابك بتوقعاتهم وبتضحك معاهم، وبينتهي اليوم الجميل ده وانت اسعد انسان مخلوق على وش الارض. طبعا امين كان توقع للماتش قريب من اللي حصل. باقي له جون في اخر 10 دقايق بس للاسف هو ضيع. ابو حميد انت كنت قلت يا ابو انت قلت يا محمد. انا قلت ان دي اجواء ماتش امي وكان عايزنا نخسر. واجواء الافريقي التونسي. ابو حميد اللي كان ابو حميد. ايوه انت قلت بقى هنكسب ان شاء الله. انا قلت هنكسب ان شاء الله بس لو جبنا جول في اول نص ساعه. نيجي بقى لصاحب الايه؟ صاحب العربيه وصاحب ال5-0. انت جايب الثقه دي منين؟ انا توقعت 1-0 واحمد حمدي اللي يجيب الجون وزي ما توقعت الحمد لله. الله اكبر عليك. ربنا الحمد لله الحمد لله. زي ما توقعت بالظبط. واتصاب كمان قلت اتصاب صح؟ في الدقيقه 18 زي ما قلت. هي جت في الدقيقه 23 او 24 اصلا يعني مش مشكله. مبروك يا جماعه.